معايا في 3 انواع اعشاب بينشطوا المراره جدا وبيخلوه احسن ما يكون. اول نوع الهندباء البريه، وده من الاعشاب الرهيبه اللي بتنشط المراره وبتنشط الكبد. لو واظبت عليها فتره بيحصل تحسن كبير في المراره والكبد معاك، بتساعد في انقاص الوزن. رقم 2 ورق الزيتون. رقم 3 عشبه شوكة الحليب او الميلك تيسل، ودي من الحاجات الحلوه لتنشيط الكبد والمراره جدا جدا. الاهم من ده كله لازم نبطل الحاجات اللي بتهلك وتتعب المراره. ايه هي الحاجات اللي بتعمل مشاكل في المراره وبتتعبها وبتهلكها؟ اول حاجه الزيوت المهدرجه والمصنعه، دي كارثه على المراره وبتتعبها جدا. الالبان المصنعه دي بتبهدل المراره. ثالث حاجه بقى التوتر، حاولي تبعدي عن التوتر، لان التوتر من الحاجات اللي بتعلي الكورتيزون جدا، وده بيخلي المراره تلتهب وتتعب جدا. رابع حاجه بقى هرمون الاستروجين، من الحاجات اللي لما بتعلى عندك بتخلي المراره تلتهب جدا وتلاقي وزنك بيزيد فجاه. رقم 5 اكل السكريات كتير، ده بيعمل مشاكل جامده في المراره وبالذات، وعشان كده الحوامل من اكتر الناس اللي بيبقى معرضين لمشاكل في المراره، لان ساعات بيرتفع عندهم السكر. وطبعا تقدر تبعد عن كل المشاكل دي وتحافظ على المراره بتاعتك ووزنك يخس، وعن طريق ان انت تمشي على دايت مظبوط متوازن يظبط اللي احنا قلناه اللي فات ده كله، مع تمارين المقاومه وبعض المكملات اللي معموله من نباتات واعشاب زي اللي قلناها فاتت دي. تبص تلاقي انت معاك برنامج كامل متكامل، المراره عندك تبقى كويسه، الكبد يبقى كويس، ووزنك ينزل بسهوله. لو عايزه البرنامج ده ابعتيلي على الخاص او على الواتساب.